ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر. الفيديو ده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، لازم انت تكون على درايه كامله بيها، ولازم انت تكون عارفها لو بتتعلم انجليزي او بتتعلم اي لغه عامه، ولازم تكون عندك، اكيد لازم تكون عندك، وهي ازاي تنطق اي كلمه صح في الانجليزي حتى لو ما تعرفش معناها. فالفيديو ده هيبقى مهم جدا، فانت حاول ان انت تركز في الفيديو كويس جدا وتشوف الفيديو للاخر علشان هيفيدك كتير. ولو طبعا اول مره تشوفنا، اول مره تعدي على القناه وتشوفنا، فما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يجي لك الفيديوهات اللي جايه، وتعمل لايك وتسيب لي كومنت لو عندك مشكله في اي حاجه ليها علاقه بالانجلش، وهنرد عليك في الفيديوهات اللي جايه. طيب ازاي احسن نفسي في البرونانسيشن او في النطق؟ ازاي اتكلم بشكل احترافي؟ ازاي ما يبقاش عندي مشاكل اللي هي مشاكل النطق اللي احنا بنشوفها، واعرف ان انا انطق صح؟ لو حبيت مثلا اقرا حاجه وانا في كلام كتير مش عارف معناه، فعلى الاقل ابقى انا بقراه صح او بقوله بشكل مظبوط. يعني في نظام متعارف عليه جدا في البرونانسيشن اسمه IPA، وده معناه International Phonetic Alphabet. النظام ده بيساعدك جدا في ان انت تقرا كل الكلمات اللي انت بتقابلها بشكل صحيح حتى لو انت مش عارف معناها، وكمان الجمل تقدر تقولها بالشكل الصح، وكمان تقدر ان انت تقرا اي حاجه قدامك بشكل صحيح وبعد كده تقدر تعرف معناها. مفيش اي مشكله خالص، بس اهم حاجه هتلاقي عندك القرايه مظبوطه بنسبه 100%. تعالى كده اعمل لك تحليل بسيط للنظام دوت، ونعمل كده براكتس صغير كده مع بعضينا، وعايزك تقيس على ده كل حاجه تانية في الكلمات اللي جايه او في اي حاجه انت هتقراها. شوف مثلا كلمه زي كلمه deep، وكلمه زي كلمه dip، sheep، شيب. انا هنا عملت ايه؟ لو انت بصيت على شكل النطق او شكل الشخص اللي بيتكلم، طريقه حركه بق الشخص اللي بيتكلم، دي بتفيدك كتير جدا، لان انت ممكن بمنتهى البساطه تكون بتحاول ان انت تعمل الصوت مظبوط، بس شكل بقك وانت بتعمل الصوت مش جاي مظبوط قوي، فبالتالي نطق الكلمه طالع غلط. يعني مثلا كلمه ديب تحس ان انا بعمل سمايل، زي مثلا ديب، ديب، ففي سمايل بتفتح بقك كده سنه، ولكن في كلمه ديب بتقول ديب، ديب، مفيش اي سمايل خالص، ما بتفتحش بقك، مش بتستريس على البرونانسيشن قوي. فحركه البق وشكلك وانت بتتكلم ده بيفرق كتير جدا لو انت بتتعلم من شخص بيتكلم معاك وشايفه وهو شايفك وبتتكلموا مع بعض. فدي اول طريقه تقدر تفيدك جدا من الاي بي اي، اللي هو حركه شكل بق الشخص وهو بيتكلم. لو انت مثلا بتتفرج مثلا على انترفيوز مثلا على النت، بتتفرج على افلام، بتتفرج على مسلسلات، وبتحاول تركز في شكل الناس وهي بتتكلم، هتقدر تستفيد جدا من الاي بي اي عن طريق ان انت تشوف الماوث موفمنت وهم بيتكلموا. فده مفيد جدا 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 ليك، لازم تحطه عندك في عين الاعتبار. طبعا احنا بنعمل حاجه زي كده عندنا هنا في التشانل، فلو انت مش مشترك في القناه لازم تشترك في القناه عشان تشوف فيديوهات الانترفيوز اللي احنا بنعملها مع الناس، وتشوف وانا بتكلم، وتحاول تركز. ما تحاولش تركز في الكلام اللي انا بقوله مثلا، او ما تحاولش تركز في الكلمات اللي انا بستخدمها، حاول تركز في التون، حاول تركز في اصوات الكلام، حاول تركز امتى انا بطلع امتى انا بنزل، حاول تركز في الحاجات ديت، وحاول تركز في شكل البق مع الشخص اللي انت بتكلمه. ده هيفيدك كتير جدا جدا جدا. طبعا عادي ان انت تتعلم التكنيك ده اكيد جدا، وتبدا ان انت تتمرن بيه كمان مع نفسك. يعني انت مش شرط ان انت تتكلم مع حد عشان تتمرن بهذا الشكل، لا، ممكن تتمرن مع نفسك عادي، تبقى ماشي كده مع نفسك في البيت او قاعد مع نفسك وعادي بتعمل شكلك وانت بتتكلم، او شكل حركة بقك وانت بتتكلم مماثلة تماما لشكل حركة بق الشخص اللي كان بيتكلم في الفيديو وانت اتفرجت عليه. فانت عادي ممكن تكلم نفسك وتتخيل نفسك ان انت واحد انجليزي بيتكلم، وتحط الانجليش كده بالنسبة لك كهي دي لغتي الاولى وانا هتمرن عليها بهذا الشكل، فعادي جدا ما عندكش اي مشكله خالص. برضو عايزك ان انت تكون شخص كرييتيف شويه، لان انت اكيد سمعت عن مصطلح التونج تويسترز. التونج تويسترز هو مجرد كلمات او جمل بتحطها مع بعضها، او كلمات بتبقى مع بعضها، الكلمات دي بتبقى متشابهه في النطق، تمام، وبتبدا ان انت تكون منها جمله مش شرط ان هي يكون لها معنى، ولكن فيها الصوت اللي انت بتحاول تتمرن عليه بشكل متكرر جنب بعضيه. زي مثلا لما اجي اقول لك بيتا بايبر بيك ذا بيكل بيكل بيبرز. طبعا اكيد الموضوع ما بيبقاش بالسهوله دي لما تبدا فيه من البدايه، ولكن انت ممكن تعمل التانج تويستر بتاعك. يعني انت ممكن تدخل على النت تدور على التانج تويسترز، تجيب مجموعه من التانج تويسترز، تبدا ان انت تتمرن عليها وتستخدمها، بعد كده تبدا ان انت تعمل التانج تويستر الخاص بيك انت، وتبدا ان انت تشتغل عليه. وده طبعا هيساعدك كتير جدا 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 في التمرين على
النطق او في التمرين على الصوت المعين اللي انت بتحاول تقوي نفسك فيه. وطبعا تانج تويسترز لازم تقولها بسرعه على قد ما تقدر، يعني كل ما تقدر تسرع في التانج تويسترز كل ما يبقى افضل بالنسبه لك وكل ما يبقى احسن بكتير. طيب النقطه الثانيه من الاي بي اي هي ان انت تسجل لنفسك كل حاجه انت بتعملها. معاك التليفون بتاعك، قررت ان انت مثلا تقرا كتاب، تقرا قصه، تقرا مجله، تقرا اي حاجه شفتها على النت، سجل لنفسك، شغل الريكوردنج وابدا سجل لنفسك. انا مثلا قريت القطعه دي النهارده بالشكل ده، خلاص هخلي التسجيل ده عندي بالديت، بالتاريخ، باليوم بتاعه، بكل حاجه. اتمرن شويه، اجي مثلا بعد كام يوم اسجل لنفسي تاني، اجمع 3 4 تسجيلات مع فترات زمنيه متباعده شويه وابدا اقارن. انا كنت بقرا كده، بعد ما اتمرنت بقيت بقرا كده، بعد ما اتمرنت بقيت بقرا كده، فين الامبروفمنت عندي؟ كانت المشكله عندي فين؟ طب ابدا ازاي اعالج المشكله ديت؟ انا مثلا عندي مشكله في البي والبي، خلاص انا كده قدرت ان انا احدد ان انا عندي مشكله في الصوت ده بي ام بي. ازاي ابدا اتمرن على هذا الصوت؟ ابدا اتمرن، ابدا ان انا اشوف حاجات من على النت، اتمرن، اعرف يعني ايه بي ام بي، وبعد كده ابدا ان انا اقرا. طيب قريت وانا حاسس نفسي وانا بقرا ان انا كويس، مفيش مشكله، سجل لنفسك وبعد كده اسمع الريكورد وابدا اسال نفسك هل انا قدرت ان انا اعمل الصوت بالشكل الصحيح والمظبوط ولا لا؟ اكيد هتلاقي اخطاء، وخصوصا وانت بتبراكتس وبتتمرن وبتاخد وقت وبتدي لنفسك الوقت والمساحه، هتلاقي اخطاء وتبدا ان انت تعدلها وتريكورد تاني وتالت لحد ما تخلص الصوت ده تماما وتبدا ان انت تستخدمه بشكل سبكونشس او بشكل لا واعي. فحته التسجيل دي مهمه جدا عشان تقدر تقيس بيها مستواك حاليا ومستواك بعد كده، فانت لازم تبدا تعملها وانت بتتمرن. تالت حاجه ودي حاجه مهمه، ان انت تبدا تقنع نفسك من جواك ان انت هتقدر تعمل ده، لان في ناس بيبقى عندها قله ثقه شويه، يفضل يقول لك انا من عمري ما هعرف اتكلم كده، انا عمري ما هوصل للموضوع ده، انا عمري ما هعرف اتمرن. لا، لازم تقنع نفسك داخليا ان انا هتكلم بريتش انجلش مثلا او امريكان انجلش صح بنسبه 100%، وتشتغل على هذا الهدف. يبقى انت خلاص من جواك مقتنع ان انت تقدر تعمل الموضوع ده، وتبدا تشتغل على الموضوع ده، هتلاقي الموضوع بسيط جدا. لازم برضو تدي لنفسك الوقت والمساحه الكافيه الكامله الكبيره ان انت تتمرن. ما ينفعش ان انت تربط نفسك بوقت معين، ان انت مثلا تقول انا المفروض في شهر اوصل للي انا عايزه، مفيش حاجه اسمها كده. الوقت بيختلف من شخص للتاني. في ناس بتبقى متخيله ان هو لو قعد يتمرن لمده شهر او لمده شهرين فهو كده خلاص هيقدر يتكلم نيتيف لايك، ولما ما يوصلش لده في خلال الشهر او الشهرين تلاقيه حس باحباط، وانا مش هكمل، وانا مش عارف اعمل حاجه. لا طبعا. وعشان كده لازم تكون فاهم وعارف كويس جدا ان انت بتتعلم لغه وبتتعلم نطق، فالموضوع ده محتاج مساحه ومحتاج وقت ومحتاج شويه مجهود. وطبعا لو في امكانياتك ان انت تاخد كورس مع حد متطور هيقدر يفيدك لازم تعمل الموضوع ده. وده بالظبط اللي انا بعمله عندي في الكورس. بالظبط الستودنتس اللي معايا بيقدر يتمرن معايا كل يوم على الواتساب علشان اقدر اتاكد ان هو مستواه بيتحسن لا محال، ودي حاجه عندي ما فيهاش جدال. يعني انت لازم مستواك هيتحسن، لازم هيتحسن، لان انت بتبعت لي ريكوردنجز وبتبعت لي حاجات على الواتساب وانا بسالك على حاجات بخليك تعملها، بقول لك احنا كنا هنا وبقينا هنا دلوقتي. فانت بتحس بالتطوير، بتحس ان انت دايما في حد بيشجعك واقف جنبك مش سايبك لوحدك، وبتحس ان الدنيا بتبقى معاك اسهل شويه بشويه. تقدر طبعا تكلمنا دلوقتي على اي حاجه من السوشيال ميديا بتاعتنا، هتلاقيها تحت في الديسكربشن، ابعت لي مسج في اي مكان وهنرد عليك. بس كده، دي كل حاجه انا عايز اقولها بخصوص النطق او البرونانسيشن. حاول تمشي على الخطوات ديت. حاول لو عندك اي سؤال تسيبولي في الكومنت، ولو انت بالفعل بتتمرن او بتاخد كورس في مكان او بتحاول مع نفسك دلوقتي، سيب لي في الكومنت انت بتعمل ايه بالظبط وبقالك قد ايه بتتمرن وحاسس مستواك دلوقتي وصل لايه. وطبعا اشوفكم في فيديو جديد.